مننا بيحس إنه محبوس بين اختيارين للنجاح، والحقيقة إن الاتنين أصعب من بعض. يا إما بنقعد نستنى معجزة تيجي من السما كده من غير أي مجهود، يا إما بنطحن نفسنا 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. بس في طريق تالت، طريق أهدى وأذكى بكتير. في الشرح ده هنكتشف مع بعض إزاي نفهم عقلنا ده بيشتغل إزاي ونخليه حليف لينا مش عدو بنحاربه. طيب، هو ليه النجاح إحساسه مرهق قوي كده؟ يعني ليه كل ما الواحد يحاول يوصل لهدف معين بيلاقي نفسه في الآخر مستهلك ومحبط؟ الغريبة إن الإجابة مش في إننا ما بنعملش مجهود كفاية، لأ، المشكلة في الطريقة الغلط اللي بنعمل بيها المجهود ده. يعني من الآخر كده إحنا بنتعب غلط. الفكرة إن معظمنا بيقع في فخ من اتنين. الأولاني هو فخ الوهم، إن الواحد يقعد مستني الكون يبعت له النجاح على طبق من ذهب وهو قاعد مكانه، وده طبعاً وهم بيضيع وقت وفلوس. الطريق التاني بقى هو طريق العذاب، إننا نفضل نطحن في نفسنا ليل نهار ونبقى فاكرين إن المعاناة دي هي ضريبة النجاح. والحقيقة المرة إن الطريقين دول آخرهم حيطة صد. يعني المشكلة الحقيقية مش فينا إحنا، لأ، المشكلة في الفخ ده نفسه، في سوء الفهم الكبير ده لطبيعة النجاح أصلاً. طب تعالى ندخل في تفاصيل أكتر ونشوف ليه الطرق دي مش بتوصل لأي حتة. بس الخبر الحلو بقى إن في طريق تالت، طريق لا محتاج معجزات من الهوا ولا محتاج إننا ندمر نفسنا. الموضوع أبسط من كده بكتير. هو ببساطة بيعتمد على إننا نفهم السيستم اللي عقلنا ده متركب عليه، ولما بنفهم عقلنا بنقدر نخليه يشتغل معانا مش ضدنا. طيب إيه هو بقى السر اللي عقلنا مخبيه؟ يا ترى إيه الطريقة اللي هو نفسه بيفضلها علشان يتبنى أي تغيير أو عادة جديدة؟ يلا بينا نكتشف الموضوع ده. بص، أول ما الواحد ياخد القرار الحماسي ده بتاع أنا هغير حياتي 180 درجة من بكرة، العقل في ثانية بيشغل جهاز الإنذار. القفزة الضخمة المفاجأة دي بيشوفها كتهديد مباشر للاستقرار بتاعه، ورد فعله بيكون إيه؟ شلل، بيفرمل ويقاوم التغيير ده بكل قوته. بس في المقابل بقى العقل بيعشق حاجة واحدة فوق أي حاجة تانية: التراكم البطيء. بالظبط زي ما بنزرع بذرة ونسقيها كل يوم نقطة مية، هو بيحب قوي الخطوات الصغيرة دي اللي على مهلها، اللي مش بتخضه. لما بتجر رجل عقلك بالراحة كده من غير ما يحس إنه في خطر، بيمشي معاك وبيوصلك لأماكن أبعد بكتير من اللي كنت ممكن تتخيلها. والموضوع ده على فكرة مش مجرد كلام تحفيزي وخلاص، لا، دي حسبة رياضية. تحسن بسيط بنسبة 1% بس كل يوم ممكن يبان حاجة تافهة قوي، بس لما تبص على النتيجة التراكمية بعد سنة واحدة بس هتلاقيها مذهلة، أفضل 37 مرة. هي دي قوة التراكم اللي بتشتغل في صمت. وفي مقولة عبقرية بتلخص كل ده، بتقول إن النجاح الحقيقي مش انفجار ولا شو إعلامي كبير، لأ، هو عامل زي نقطة المية اللي بتنزل على صخرة. في الأول ولا ليها أي صوت ولا ليها أي تأثير ملحوظ، بس مع الوقت، مع الاستمرارية، النقطة الضعيفة دي هي اللي بتفتت الصخرة. طيب، سؤال مهم، لو الموضوع بالبساطة دي، ليه أغلبنا بيبقى عارف الكلام ده ورغم كده بيفشل إنه يلتزم بيه؟ الحقيقة إن المشكلة مش في الفكرة نفسها، المشكلة في شوية أعداء كده، أعداء خفيين بيواجهوا عقلنا حتى قبل ما نفكر ناخد أي خطوة. العدو الأول هو الإرهاق الذهني. الواحد بيصحى من النوم يلاقي نفسه غرقان في بحر من الأسئلة. طب أبدأ من هنا؟ عمل إيه بالظبط؟ طب ولو فشلت؟ كل سؤال من دول بيسحب حتة من طاقة العقل، زي ما يكون بيسرب من البطارية. فاللي بيحصل إن قبل ما الواحد يقوم يعمل أي حاجة عملية بتكون بطاريته الذهنية فضيت خالص وما بيبقاش قادر يعمل أي حاجة. العدو التاني بقى هو فخ الحماس. الحماس ده جميل وكل حاجة، بس هو عامل زي عود الكبريت بالظبط، بيولع مرة واحدة وينطفي. هو حلو قوي كشرارة بداية، إنما كارثة حقيقية لو اعتمدنا عليه كوقود لرحلة طويلة. وهنا بقى بنلاقي نفسنا دخلنا في حلقة مفرغة، بنبدأ بحماس صاروخي وبعدين نتصدم بالواقع إن التقدم بطيء وممل. في اللحظة دي الحماس بيتبخر، فالعقل بطبيعته بيبدأ يدور على أي مكافأة سريعة ورخيصة عشان يعوض الإحباط ده، وساعتها بنلاقي نفسنا بنهرب يا على السوشيال ميديا يا الأحلام اليقظة. جرعة الدوبامين السريعة دي بتبقى هي المهرب بتاعنا من المجهود الحقيقي اللي المفروض نعمله. ومن هنا بنوصل لأخطر مرحلة في الرحلة كلها، النقطة اللي 90% من الناس بتقع عندها، وغالباً من غير ما يكونوا فاهمين هم وقعوا ليه. مرحلة بنسميها منطقة الصمت. إيه بقى منطقة الصمت دي؟ ببساطة شديدة هي الفجوة الزمنية الحتمية اللي بين بداية المجهود المستمر وبين اللحظة اللي بنبدأ نشوف فيها أي نتيجة ملموسة. دي المرحلة اللي الواحد بيبقى بيعمل فيها كل حاجة صح بس مش شايف أي تغيير،
والمرحلة دي صعبة قوي، لأن عقلنا مبرمج إنه يدور على المكافأة الفورية، فالفترة دي بتبقى اختبار قاسي جدا للصبر. والصدمة إن 90% من الناس بيستسلموا في المرحلة دي بالذات، مش عشان اللي بيعملوه غلط، لأ، لكن لأنهم بيترجموا الصمت ده على إنه فشل. بيفتكروا طالما مفيش نتيجة باينة دلوقتي وطالما مفيش حد بيسقف يبقى كل اللي بيعملوه ملوش لازمة، وده أكبر فخ ممكن نقع فيه. وعلشان نعدي من المنطقة الصعبة دي لازم نفرق كويس قوي بين حاجتين: الراحة الذكية، ودي معناها إن الواحد ياخد بريك عن قصد عشان يشحن ويرجع يكمل، والهروب المتنكر، وده إن الواحد يوهم نفسه إنه بيرتاح لكن هو في الحقيقة بيتهرب من المسؤولية. والفرق البسيط ده هو اللي بيحدد مين بيكمل الآخر ومين بيقع في نص الطريق. ده غير إن في لعبة تانية عقلنا بيلعبها علينا. عقلنا ده عامل زي مؤرخ منحاز، شاطر قوي إنه يبروز آخر مرة وقعنا فيها وينسى تماماً كل المرات اللي قمنا وكملنا فيها. وعلشان كده فكرة إننا نوثق الإنجازات الصغيرة كل يوم دي مش رفاهية خالص، دي عملية ضرورية لتصحيح الذاكرة. بنكتب عشان لما نقع نرجع للورق ده ونفكر نفسنا لا إحنا قمنا قبل كده وهنقدر نقوم تاني. طيب كده فهمنا النظرية وفهمنا ليه بنفشل. نيجي بقى للجزء العملي. إزاي ممكن نطبق قاعدة 1% دي في حياتنا بشكل يومي وملموس؟ الموضوع بسيط جدا زي ما هنشوف. يعني مثلا في الصحة، بدل ما نقول هنروح الجيم ساعة كل يوم ونفشل من ثالث يوم، ممكن نبدأ ب5 دقايق تمرين في البيت النهاردة. أو في الفلوس، بدل الوعد الخيالي بتاع هحوش نص المرتب، ممكن نبدأ بحاجة بسيطة زي هتابع مصاريفي والغي مصروف واحد صغير ملوش لازمة النهاردة. في الشغل، بدل ما نقول هخلص كل المشاريع المتأخرة دلوقتي حالاً، ممكن نبدأ هخلص مهمة واحدة صغيرة 10 دقايق بس من غير أي تشتيت. حتى في العلاقات، بدل هبقى شخص اجتماعي جداً، ممكن نبدأ هبعت رسالة شكر واحدة أو أعمل مكالمة قصيرة لحد يهمني أمره. هي دي الفكرة، تحويل الأهداف الضخمة لخطوات صغيرة جداً ومستمرة. وخلينا نختم بالقاعدة الذهبية دي: المجهود الكبير المفاجئ اللي بيجي مرة واحدة ويختفي ده مش بيغير حياة حد. اللي بيصنع المعجزات بجد هو التراكم البطيء والمستمر. الخلاصة: ابدأ صغير، كمل بهدوء، وسيب قوة التراكم تعمل السحر بتاعها. وقبل ما نختم خلينا نسأل نفسنا سؤال: إيه هو الفعل الصغير قوي اللي ممكن يبان تافه اللي نقدر نبدأ نكرره من بكرة والنسخة المستقبلية مننا هتشكرنا عليه؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون هي بداية كل حاجة.